ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه يا يا استاذ؟ رب تكون بخير. والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الف سلام على ايديك. الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين. هندسه العربيه بالشكل دوت، ده سؤال مباشر انا ما كلمتكش قبل كده فيه. تمام. العربيه بالشكل دوت هينفع تتصلح؟ ان شاء الله ينفع تتصلح، ويعني احنا سبق وقلنا ان مفيش حاجه في الدنيا ما تنفعش طالما. طيب انا اسف لو بقطعك، بس انا اقصد مش هتتصلح، يعني مش هنغير سقف، مش هنغير قوايم، مش هنقطع انصاص، مش هنعمل حاجه لا، خلينا اكون معاك صريح وامين. العربيه دي فيها احتماليه ان هي تغير سقف. القرار النهائي مش هيبان معانا غير بعد ما اسحب بالزرابين والعربيه تبان معانا. تمام. عشان برضه اكون امين ويبقى كلامنا فيه صدق قدام الناس اللي بتثق فينا وبتتفرج علينا. طيب احنا ممكن نتفرج على العربيه كده مع بعض. الشكل العام بتاع العربيه بالنسبه لحته اللي هي متغيرش نص، انا شايفه امر هيبقى صعب جدا يا هندسه، صعب. لا يعني خلينا برضه يا استاذ احمد نوضح حاجه برضه للناس. ادي العربيه قدام حضرتك اهي، وخلينا نتكلم بمنطقيه. العربيه دي الرفرف ده، هي المشكله كلها في الرفرف ده. الرفرف ده هيتسحب، باب الشنطه ده هيتغير. باب الشنطه ده ما يعيبش العربيه في حاجه، ما يعيبش العربيه في حاجه. باب الشنطه هيتشال ويجي نفس اللون، ما يعيبش العربيه في حاجه. لكن هو الكلام هنا لو بصيت عشان الناس ما تقولش احنا بنقول اي كلام، ادي الظهر بتاع العربيه اهو سليم. ايوه تمام. ظهر العربيه سليم، اللي هو زي ما بيقولوا عليه الشنطه بالحله، انما ده باب الشنطه. باب الشنطه ده انا اقول لك انا لو عايز ارجعه هرجعه، لكن خليني اقول لك ان هو تكلفته كبيره جدا وعمره ما هيرجع بنفس الاول بالظبط. لازم هيبقى فيه معجون وفيه، وانت عارف دي مش مدرستنا. تمام عشان يبقى كلامنا فيه امانه وفيه صدق. وايه اللي في العربيه اللي جنبها ديت؟ بص، العربيه دي جايه من احد الاماكن دي، معموله قبل كده في مكان معين يعني، وصاحب العربيه يعني فوجئ بالمنظر دوت، بالرفرف اللي فيه مشكله كبيره جدا، اللي كان كله متعالج بالمعجون. انا يعني بدل ما يعالجوه بالسمكره عالجوه بالمعجون. لو جيت برضو بصيت حضرتك على الجنب الثاني هتلاقي نفس الكلام. بص القايم المعجون فيه عامل ازاي، بص الباب، بص المنظر. العربيه دي احنا نزلنا كل اللي عليها، وهتبتدي ان هي تتصنفر وتتسحق عشان نرجعها على الصاج اللي هو بنسميها حته النيكل. تمام. ونبتدي نشوف المشكله فين ونبتدي نعالجها واحده واحده. تمام. وفي الاخر مش هتديها طبقات معجون كبيره زي ما كان خالص. يعني ايه نحتاج؟ على فكره مش كل العربيات ما بتحتاجش معجون، بس هي الفكره. وطبعا الناس المحترمه الافاضل اللي احنا بنتعلم منهم، اللي عندهم اماكن فاهمين الكلام ده كويس. في فرق قوي لما بدي قشره معجون او قشرتين وبصفي ازاي وبعمل ازاي، وما بين ان انا بعالج العربيه بالمعجون. هو بيقول عليه ايه؟ فكره مبيض المحاره. هي دي هي الناس مدارس، لا دي مش مدرستنا. تمام يا هندسه. تمام. في خيرك وشكرا جزيلا. ربنا يعزك يا رب، وربنا يستر على الناس كلها. ربنا يخليك يا هندسه، شكرا جزيلا.